أنا عمري ما كنت بآمن بالحاجات دي، الأرواح، اللعنات، الشنط اللي بتتحرك لوحدها، كنت باضحك على الكلام ده، بس اللي حصل لي خلاني أصدق، وأتمنى إني ما كنت شُفتها أصلًا. الموضوع بدأ يوم الجمعة، كنت راجعة من السفر، نازلة محطة قطر في القاهرة، وكنت ماشية عادي بادوّر على تاكسي، وفجأة عيني وقعت على شنطة جلد سودا، كبيرة شوية، شكلها شيك كده. بس الغريب إن الناس كلهم بيمشوا من جنبها ولا كأنهم شايفينها، حتى الأمن عدى من جنبها وما بصش عليها. أنا وقفت عندها وقربت، لقيت ورقة صغيرة مكتوبة فيها بقلم أحمر: لو لمستيها هتشوفي اللي ما يتشافش. ضحكت ساعتها وقلت يمكن دي بتاعت حد وبيهزر، بس برضه فضولي خلاني أخدها. كانت تقيلة وريحتها غريبة، كأنها طالعة من مكان مقفول بقاله سنين. رجعت بيها البيت، فتحتها على السرير وقلبي بيخبط، وأول حاجة لقيتها جواها كانت دفتر قديم صفحته صفرا ومليانة كتابة بخط شبه الأطفال، بس كله مكتوب بصيغة واحدة: أنا آسفة، مش قصدي، سامحيني، كنت بلعب بس. قلبت في الدفتر، كل صفحة فيها نفس الجملة، كأن حد كان بيكتب وهو بيعيط. بعدها لقيت ظرف، فتحت الظرف لقيت صور ناس بس ملامحهم مش واضحة، وشوشهم كلها متشوهة كأنها دايبة. ولقيت صورة واضحة، بس الصورة دي كانت صورتي أنا، بس صورة غريبة، وأنا نايمة في الوضع اللي أنا كنت عليه امبارح بالليل على نفس السرير. حسيت إن أنا بتخنق، قفلت الشنطة بسرعة ورميتها فوق الدولاب. بس من هنا بدأت الكوابيس. كل يوم الساعة 3 الفجر بالظبط أصحى على صوت شنطة بتتفتح، وأقوم ألاقي الدولاب مفتوح والشنطة كمان مفتوحة رغم إن أنا قافلاها. وفي يوم وأنا داخلة أوضة النوم لقيت الستارة بتتهز كأن في حد وراها، وقبل ما ألحق أتحرك لقيت ست واقفة ورا الستارة، شعرها نازل على وشها. بصوت خفيف جدا قالتلي: رجعي الحاجة اللي انتي أخدتيها. جريت من الأوضة، مسكت الموبايل وكلمت صاحبتي أحكي لها. قالتلي: انتي محتاجة الشيخ عشان الحاجات دي مش طبيعية. وبالفعل رحت للشيخة، ست كبيرة معروفة في المنطقة. أول ما شافتني قالتلي: انتي اللي لمستي اللي ملهوش صاحب، الحاجة دي مربوطة بروح واحدة ظلموها، وشنطتها كانت كل اللي فاضل منها في الدنيا. قلت ليها: طب أرجعها فين؟ دي كانت مرمية في محطة القطر. قالتلي: لو ما رجعتيش الشنطة لمكانها كل يوم هتفقدي حاجة، أولها هتفقدي النوم، وبعدين الذاكرة، وفي الآخر انتي نفسك مش هتبقي موجودة. المهم رجعت بيها تاني لمحطة القطر في نفس المكان وحطيتها، وقبل ما اسيبها الشنطة اتحركت لوحدها ورجعت مكانها الأول بالظبط. وانا ماشية سمعت نفس الصوت، الست دي بتقول: شكرا، بس الدور على اللي بعدك.